باشمهندس، أنا جيت لك من ليبيا عشان أتعلم يعني الصيانة، وأكون تكون عندي أساسيات، وأكون عندي مبادئ. فإيش النصيحة اللي تقولها لي وعشان لما أروح ليبيا يعني أخذ بها إن شاء الله. اولا انت نورتني. بارك الله فيك. في نصايح كتير. بس اللي جاي على بالي دلوقتي ان انا اقوله لك. احكي لك حكايه. انا في يوم من الايام لما ابتديت اتعلم صيانه الموبايل لوحدي قبل ما اشتغل في نوكيا وقبل الكلام ده كله، كان عندي واحد صاحبي. هو كان شغال ساعاتي، بيصلح الساعات، وكان ابتدى يشتغل في صيانه البورده قبل مني. انا وقتها كنت شغال سوفت وير، وكنت بحاول ان انا اتعلم الهاردوير، فكان هو المصدر ان انا احاول ان انا اساله، اقعد جنبه اتفرج هو بيعمل ايه واحاول اقلده. ففي يوم من الايام جبت له جهاز، قلت له الجهاز ده صاحبه بيقول لي ان هو بيسرب شحن. انا ما افهمش في الهاردوير. قلت له صاحبه بيقول لي الجهاز ده بيهرب شحن، عايز يصلحه. فصلحه لي. بعد ما صلحه قلت له طب هو كان فيه ايه؟ عايز اتعلم. قال لي السوكت بتاع الشحن ما كانش ملحوم على البوردة كويس، فكان الشحن بينقط من السوكت. طبعا ده كلام مش منطقي ولا كلام علمي ولا اي حاجه. ده هري. ده الله يمسيك بالخير يا محمد. تقريبا ما كانش عايزني ان انا اعرف، او هو عمل حاجه لقاه التليفون اشتغل معاه، وهو نفسه مش عارف ايه سبب المشكله. فانا اللي النهارده بعلمك ده كان مستوايا من كام سنه. فانت النهارده لسه بتبتدي تتعلم ازاي تتعامل مع المذر بورد، وبتواجه صعوبات شويه. لما بتيجي انا عشان اوريك انا الحاجه دي بتتعمل ازاي، بتلاقيني ان انا بعملها بمنتهى السهوله. ما تزعلش. ما ينفعش تقارن بدايتك بحد في نص الطريق اوريدي، او يعني بقاله فتره في المجال. ما ينفعش تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك. يعني انت النهارده احسن من يوم ما جيت، من اول ما جيت ولا لا؟ مزبوط، أحسن بكثير. وكل يوم بتتدرب بتكون احسن من اللي قبل منه ولا لا؟ أكيد. دي النصيحة اللي انا بقولها لك. لو عايز تتميز في الشغلانة دي ما تلتفتش للي حواليك، وركز مع نفسك انت بس، وحاول كل يوم تكون احسن من اللي قبله.